السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوابع زينب بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى من جوه عاملة ازاي؟ شاربة الشربات كويس جدا ومستوية من جوه ومقرمشة من بره، وبجد أحلى من أي محل هتجيبها منه، وأي حد كده يقدر يعملها لأنها بجد سهلة جدا. تعالوا كده على طول نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده تجهزوها هي الشربات، علشان عايزينه يكون بارد. فجبت حلة، حطيت فيها كده كوبايتين من السكر، هنزل عليهم كده بكوباية ونص من المية. وطبعا الشربات بتاعنا عايزينه كمان يكون تقيل، فهاخد الحلة دي وارفعها على النار كده على طول. اول ما يسخن معايا كده بديله تقلبتين علشان ادوب السكر اللي فاضل معايا. واول ما يغلي كده بديله عصرة نص ليمونة، واحسب له حوالي 8 دقايق كده على النار لحد ما يتقل معايا. خلاص جهزنا الشربات وسيبناه على جنب يبرد. جبت بقى معايا طبق تاني كده، هحط فيه كده كوبايتين من الدقيق. ده بقى كده علشان نعمل عجينة صوابع زينب. هحط بقى على الدقيق كوباية من السميد الناعم بالشكل ده. بعد كده هكون مجهزة معايا نص معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة كده من السكر، ورشة ملح. ما تزودوش خميرة اكتر من كده علشان ما تنفش معاكوا في الزيت وتبقى حجمها كبير كده وتفتح معاكوا في الزيت ويبقى شكلها غريب. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا بالشكل ده. هكون مجهزة بعد كده معايا تلت كوباية من الزيت. بعد ما قلبت المكونات دي كويس جدا كده بنزل عندي بتلت كوباية زيت. ببدأ أقلبها كويس جدا وأشرب كل الدقيق اللي عندي بالزيت كده، ولازم كله يتغلف كويس جدا. امسكيها بقى كده بسيها أكنك بتعملي بسبوسة كده، شايفين؟ ببسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص الدقيق كله اتغلف بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. هكون مجهزة معايا كوباية الا ربع من المية. هضيف بقى كده كل المية اللي عندي بالشكل ده وابدأ اعجن كده، ولو احتجت مية تاني هجيب لها. بس انا بضيف الاول كوباية الا ربع كده. هي في الطبيعي هتاخد معانا حوالي كوباية او كوباية وربع على حسب نوعية الدقيق اللي انت بتستخدميها. بس طبعا لازم نضيف المية كده بالتدريج شوية بشوية، علشان العجينة ما تطراش معانا والدنيا تبوظ خالص. هي خدت معايا حوالي كده كوباية مية. زي ما قلتلكم مش بضيف المية كلها مرة واحدة، بالتدريج كده على حسب نوعية الدقيق بتاعك ما يحتاج. هبدأ أعجنها كويس جدا كده علشان يكون ملمسها ناعم. أنا عايزاها ولا طرية قوي ولا ناشفة قوي، يعني تكون وسط كده. هلم العجينة زي ما انتوا شايفين وهغطيها بكيس كده واسيبها حوالي 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. العجينة ترتاح معايا، انا مش عايزاها تخمر خالص، تريح معايا 5 دقايق بس. هنا بقى كده العجينة بعد ما ريحت معايا حوالي 5 دقايق هبدأ اخد حتة عجينة صغيرة خالص وابدأ اعملها زي الصبح كده. صبعوها بقى كده، الحجم ما يكونش كبير قوي علشان هي لسه هتنفش معانا كمان، يعني حجمها بيكبر شوية في الزيت، فانا مش عايزة الحجم يكون كبير قوي. طبعا مش بصبح كل الكمية اللي عندي، انا بعمل على قد ما هقلي بس في الزيت علشان ما تخمرش معايا وتعمل اشكال شكلها غريب كده وتكبر في الزيت وكده. فصبعي على قد ما هتحمري على طول، والباقي هتسيبيه طبعا متغطي بالكيس كده. بعد ما صبحت شوية كده على قد اللي انا هحمرهم بس في الزيت كده، جبت الغربال ده وهبدأ اعمل بيه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط العجينة كده زي ما انتوا شايفين وبروح ضغطة بايدي كده بصوابعي ولفة العجينة. هتتلف معايا بكل سهولة، شايفين؟ زي ما انا بعمل كده اضغطي عليها ضغطة خفيفة علشان بس ما تتقطعش معاكي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تبقى زي الجاهزة بالظبط. ممكن كمان نجيب المصفى دي ونعمل عليها شكل تاني زي ما انتوا شايفين. بضغط عليها كده، افردها، وبعد كده بروح لفها رول. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بتدينا شكل حلو جدا برضو، ده شكل مختلف غير اللي احنا عملناه. ممكن كمان تشكلوا على بصمة الكحك او مبشرة او اي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تعملوه شكل منها. اول ما شكلت العجينة على طول ما بستناش عليها تخمر خالص، لان لو استنيت عليها هتكبر قوي وهتفتح معايا في الزيت وهيبقى شكلها مش حلو. بروح على طول على زيت غزير كده، ويكون الزيت ساخن معايا ما يكونش بارد، وانزل بيه صوابع زينب. اول ما تاخد اللون الفاتح ده بهدي بقى كده عليها النار، بخلي النار متوسطة، واقلب بقى فيها على طول كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده واطلعها. لازم طبعا تهدوا النار شوية علشان تطلع مستوية من جوه، ما تطلعش معجنة وكده. هدي عليها النار كده في وسط التسوية مش في الاول يعني.
بطلعها على طول كده في الشربات، وطبعا الشربات عندي هنا بارد وهي سخنة، على طول كده بطلعها علشان تشرب معانا الشربات. بسيبها في الشربات حوالي 3 دقايق كده، وبعد كده بحطها في مصفى عشان تصفي كل الشربات الزيادة اللي فيها، وبعد كده بتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى كده الجمال؟ عمركم شفتوا صوابع زينة بقمر كده بجد؟ واخدة تسوية مظبوطة جدا، ولون كده موحد، وطرية من جوه، ومقرمشة من بره، وشاربة شرباتها كويس جدا. شايفين هنا من جوه عاملة ازاي؟ بجد الصورة بتتكلم، مش محتاجة اقول اي حاجة، الصورة موضحة كل حاجة بجد. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.